الناس اللي كانت زعلانه ومحروقه امبارح اللي انا بقول الكلاب الضاله اكبر غلط على اطفالنا، شوف الفيديو ده انا منزله لك اهو. سبحان الله اهو حالا الصبح. شوف الواد ماشي، بعت لي واحد امبارح على الصفحه يقول لي عيالكم انتوا اللي مؤذيه يا ابن المؤذيه. اهو الواد ماشي في حاله ما عملش اي حاجه. انا ما رضيتش حتى اكتم الصوت اسمعك صراخ الطفل يا شويه مرضى نفسيين. عمال تقول لي رفقه يا جماعه ده الاسلام حلل الكلاب الضاله دي اللي هي بتاذي الناس تتقتل. ده الدين حللها. اسالوا الازهر، اسالوا اوقاف، اسالوا كنيسه، اسالوا اي حد. الكلاب كترت بطريقه مهوله. شوف الواد ماشي، شوف الكلب عمل فيه ايه. اتفرج شوف الكلب عمل فيه ايه، بهدله ازاي وخلاه ازاي. مبسوط انت بتاع الرفق بالحيوان. وواحد تاني منزل يقول لك ايه، منزله تدعي على واحد تقول يا رب يقعد له في عياله، ويا رب عيالك تموت، يا رب عيالك تعمل عشان انت سممت كلاب. يعني انت قصاد اللي هو سمم كلاب بتدعي على عياله اللي هم يموتوا؟ بتدعي على اهل بيته اللي يشوف فيهم الوحش؟ يا مريضه نفسيا. يعني انت عندك الكلب احسن من البني ادم. بتدعي على ابنه حتى لو هو غلط وسموهم، تدعي على ابنه تقول له شوفوا في عيالك يا شويه منتفعين. خلاص الرفق بالحيوان قاتلكوا. في فرق بين الرفق بالحيوان، في فرق لما الموضوع يتفشى يكتر، يبقى زيادة عن اللزوم، يبقى اوفر، يبقى سبوبة. نلم سبوبة، سبوبة بتوع الرفق بالحيوان والكلاب يا سبوبة. شوف الفيديو الواد عامل، شوف اتفرج الواد قطع قلب الواحد على الصبح. تخيل هو ابنك بقى او ابنك او بنتك بقى، اتفرج ايه الوضع يعني، بهدله.